تهاوى الحين جيتك ولو كان من كل خطا كله بداوى انت داري يا اخي تراني حق ذا الحال صح على اللي جاب الثقل طاري يا أول وآخر حب للحب عنوان مليت الحال طال انتظاري طال انتظاري طال انتظاري أفضل بهجرك ولا أحس بأحزان أصبر وأسير بالي وداري بالي وداري درب الهوى ما فيه كاسب وخسران بين الحبايب بين بايع وشاهد يجلط خفيق بكل حاسد وخوان اللي يحاول يبعدك عن مساري يا عسل عينيني يا زهرة لو كان اشمر جمالك والجمال كمالي بين النعومة والحسن يظهرك بان متبترة في الجمال جمريتين مثل الخمر ريقك وانا سكران لبك شفاتك للسعادة تباني من القلب جيت للوصل شفقان من القلب من شوقي سالي أبغاك تاخذني غلا بين الأحضان تطفي من الأشواق السلام عليكم. كان يوجد مدينة اسمها مدينة الزهور السحرية، ومدينة اسمها مدينة الفطرة المسحورة، ومدينة اسمها مدينة المحبة. وكان يوجد قصر كبير جدا في مدينة المحبة، ويوجد بداخلها أميرة وحيدة لأهلها كان اسمها سارة. لم تخرج من القصر، فكانت تقضي وقتها مع حارستها الشخصية كان اسمها مرام. وفي يوم من الأيام كانوا جالسين يتكلمون سويا، فقالت الأميرة سارة لمرام: لماذا لا نذهب إلى الخارج لكي نتنزه قليلا؟ فقالت لها مرام: لا، فيوجد خطر عليك في الخارج. فقالت الأميرة لمرام: ولماذا الخطر؟ فقالت مرام: ألم تخبرك أمك عن المخاطر والمشاكل التي توجد في الخارج؟ فقالت الأميرة: عن أي مشاكل تتكلمين؟ في الخارج فقط موجود زهور وناس طيبين وأطفال صغار لطفاء. فقالت مرام: يوجد الطيب ويوجد الشرير، فاذهبي إلى أمك وهي ستخبرك بالقصة كاملة. فذهبت الأميرة إلى أمها، وبدأت أمها تسرد لها القصة كاملة. والقصة هي إنه يوجد طريقين، كل طريق يأخذك إلى غابة، وكل غابة لها قصة، وأمام كل طريق يوجد عجوز جالس على الطريق الذي على اليمين ويؤدي إلى غابة الورود، ويوجد عجوز قصير القامة سيطلب منك المساعدة في إحضار له الماء من البئر، ولكن هذا العجوز سيتكلم معك ويعطيك نصائح، فساعديه بإحضار الماء لأنه صادق. وفي الطريق الذي على اليسار يؤدي إلى غابة الفطرة السحرية، ويوجد عجوز جالسة وتطلب من الناس أن يساعدوها على إحضار الماء من البئر، وستتكلم معك وتقول لك: يا ابنتي، هل يمكنك مساعدتي في إحضار الماء لأنني لا أستطيع أن أنهض؟ لا تدع كلامها يسيطر عليك، وإياك أن تثقي بها لأنها ساحرة
فستذهب من خلفك وتلتقي بك في البئر. فهل فهمتني يا ابنتي؟ الذي قد ساعدته سيساعدك، لأنه ليس عجوز، فإنه قزم فيساعد الناس ولكن تنكر.